ما حدا بيعطي حدا دوره. الدولة عليها هي تستعيد دورها. اليوم وقت اللي أنا بسحب الجيش ما بواجه، أنا عم بستقيل من دوري. وقت اللي أنا ما بعمر عم بستقيل من دوري. وقت اللي أنا ما بضغط لوقف الاعتداءات ووقف إطلاق النار عم بستقيل من دوري. آخر شيء بيطلع على الاجتماعات بيعملوا لي 100 لغم الإسرائيليين والأمريكان، بيقولوا اتفقنا مع الجانب اللبناني أنه الخطر مش إسرائيل صارت، هي المقاومة، أنه كيفية مواجهة المقاومة. بس المقاومة ليست خطر على إسرائيل؟ المقاومة قوة للبنان. هلا خطر على اسرائيل، نحن كمان هلا حندخل عندنا F-35 وهدول مش هالقد الخبريه، كمان المقاومه تواضعت باهدافها. يعني كنا قبل الجليل تواضعت المقاومه في اهدافها وحكت عن حمايه لبنان. المقاومه ما عادت عم تقول انا بدي ادخل على محل وعم تقول انا بدي احرر ارضي وبس ونقطع على السطر ونحن خلف الدوله وتيجي الدوله تاخذ مساحتها. هذا اللي عم تحكيه المقاومه. اذا نحن هذا الاسرائيلي اذا بده يضل باطماعه، وطلع حكي عنها نتنياهو وقت اللي حمل خارطة إسرائيل، ووقت اللي عم تطلع ينعرض هلا على السوشيال ميديا أراضي بجنوب لبنان للبيع وبيوت ب 300,000 شيكل وهدول عم تنعرض للبيع. طب أنا ما عم بحكي حياتهم، هدول اللي عم يعملون جرائم الحرب التي ترتكب. ما تحرك وزير الخارجية ولا الدولة، أيمت الدنيا ودعوا إلى مؤتمرات وراحوا على مجلس الأمن وراحوا على محكمة الجنايات الدولية في جرائم حرب بتدمير القرى. هذه جرائم حرب، تدمير القرى بالكامل وتغيير المعالم في جنوب لبنان. دولة مستقيلة من دورها. بس عم يرفعوا دعاوى. وين؟ رفعوا دعوى كذا مرة. وزير الخارجية طلع بيانات انه بيان من دعوة مجلس الأمن يروح بيشكل مجموعة من يروح يتشكل محكمة الجنايات الدولية. بدك تفعلي، مش موقف، مش مطلوب من الدولة تاخذ موقف، مطلوب تفعيل، مطلوب استنهاض كل الواقع. طالع في وزير الخارجية عم بيحمل حزب الله بمسؤولية الحرب. طالعين عم يبرئوا الإسرائيلي من العدوان علينا. هذا العدوان اللي صار ساقط لك، ما فيك تحكي. ساقط آلاف الشهداء في جنوب لبنان وهدول انجبل دمهم مع التراب دفاعا عن لبنان. ما فيني خونهم. أنا ما بدي خون حدا، وأنا ما بدي استعمل لغة التخوين. ما فيني اجي اقول هدول ايرانيين، هدول لبنانيين. طيب هلا انا عندي حل حتى نحرج المقاومه، فليتحركوا الدول العربيه واصدقاء لبنان والولايات المتحده الامريكيه بضغط على الاسرائيلي لوقف اطلاق النار والانسحاب وانتشار الجيش اللبناني، وخليني اشوف الحزب الله حيقبل ولا لا. ساعتها بيواجه الشعب اللبناني كله اذا ما قبل يوقف اطلاق النار وقال انا بدي كمل. بيواجه الشعب اللبناني، بصير منبوذ ضمن الشعب اللبناني، وهي ما هيك الامور. مشان هيك انا عم اقول حاج نطلع نتهم بعضنا ونهجم على بعضنا وما في شيء معروض علينا. نحن كنا قبل هذه الحرب كنا مستبيحين 15 شهر، كانت الأولوية سوريا، غزة، بعدين اجت الحرب مع إيران. نحن ما كنا أولوية بدخولنا بهاي المعركة. دخلنا نحن بمعركة لوقف الحرب المستمرة إلى 15 شهر. بدخولنا في هاي المعركة لمحاولة وقف العدوان اليومي علينا على لبنان. طيب هلا هيك محتلين 5 ليل، هلا احتل اكثر. لا بيتم مع تغيير خارطه او اسلوب المقاومه من حرب عصابات. كان قبل اخطانا وقت فتنا بحرب صد ودفعت المقاومه حقها، وهدول المتباكين لاولادهم ماتوا اولاد المقاومه والبيئه اولاد المقاومين وبيوتهم تدمرت. هذوليك ما تدمرت بيوتهم. فنحن اذا بدنا نحكي كشعب لبناني واحد كلنا معنيين. اما شكك بقسم من الشعب وخونهم الشعب اللبناني وهجم عليه وقال له انت ما صرك شيء، ارتاح وعود عمليا. طيب هيدي المقاومه يلي ب 15 شهر تحملت وإعادة البناء وتحملت 500 شهيد، سكتت لتقدر تبني ترجع قوتها. أنا علي كلبناني استفيد من قوة هذه المقاومة، علي كلبناني استفيد من هذه الورقة، ولأني أنا ما كنت ضمن الأجندة فبروح ما معي ولا ورقة. شو عندي؟ ما يكون عندنا نحن مضيق رمز وباب المندب، ما يكون عندنا F-35 وصواريخ كروز. يعني هل بيقبل حزب الله اليوم نروح نفاوض عليه؟ ليش دلك عليه؟ ليش نفاوض مع بعضنا كلبنانيين؟ لا نفاوض على سلاحه. يعني اليوم ليش بده يفاوض على سلاحه؟ فاذا حزب الله بيروح بيفاوض وبياخذ السلطه بيتفق مع الامريكان. ما بده يفاوض حزب الله، مش عم بيقول، عم بيقول في دوله بتفاوض ولكن مش بشكل مباشر. قدم هدايا مجانيه للاسرائيلي وما حيعطينا شيء منها، بفجر الوضع الداخلي تتحمل المقاومه الدافع عن لبنان، تتحمل المقاومه الاعتداء على عدو عم ينسف كل القرى وكل البنى التحتيه بالبلد. بدنا تحديد اولويه العدو، من العدو ومن يدافع عن لبنان. صرنا هيئتنا بدنا نرجع نحدد هاي، لانه في اطراف عم تحدد كانه العدو صارت المقاومه، في اطراف عم بتقول انه من يدمر كأن المقاومه انه هي استجلبت. شو هالمنطق هذا؟ الاسرائيلي بده حجه. مشان هيك ما يحمينا اليوم
هاي المقاومين اللي عم بيقاتلوا وعم بيكبدوا العدو خسائر وعم يدفعوا أثمان كبيرة، في شهداء عم تسقط بشكل يومي. ما يحمينا اليوم هو أن يكون هناك موقف وطني موحد، ما يحمينا الاحتماء بالموقف العربي وبأصدقائنا بالعالم فرنسا وألمانيا وهي الدول يلي جاهزة توقف إلى جانب لبنان. هلأ خارج هيدا الحكي أنا عم لك هي قلت لك مرة بالحلقة، لبنان على مفترق طرق وبحالة خطرة وخطرة جدا. مسار المفاوضات المباشرة أو المحادثات لهلا ماشية، ورأينا ترامب بآخر اجتماع شارك بهيدي المحادثات، وأكيد كمان كان عنده خطاب له. برأيك شو ما وراء مشاركة ترامب؟ موضوع داخلي له علاقة بموضوع يعني الصراع السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وجانب آخر محاولة فصل مسار لبنان عن الموضوع الإيراني وعدم إعطاء الإيراني فضل بعملية الضغط لوقف إطلاق النار ووقف الحرب على لبنان. هاي المصلحة الإسرائيلية له مصلحة فيها بهالشكل هذا لمحاولة حصار إيران وفك المحور بشكل كامل. واضح شو عم يعمل ترامب. هلا صار موقف 9 حروب، ما بعرف وين يعني ترامب صار مدمر القوة البحرية الإيرانية 10 مرات، تطلع القوة البحرية بعدها موجودة. صار مدمر الطيران الإيراني، الطيران بعده موجود. دمر القدرات الصاروخية، رجع اعترفت CIA إنه 70% من قدرات إيران الصاروخية بعدها موجودة وبعدهم عم ينشوا. يعني الإيراني عم بيقول أنا صار عندي أكثر من قبل الحرب. كل هالخبريات والأهداف الكبيرة اللي احنا كمان بدنا نشوف حوالينا. بدأت الحرب بإسقاط النظام بإيران، بدأت الحرب بعملية نزع صواريخ وسلاح إيران، بدأت الحرب بضرب فكفكت كل تحالفات إيران. اجت نتائج الحرب، نظام قتلوا اللي قتلوا، كمل النظام، الصواريخ كملت، الدولة ظلت موحدة ما سقطت. الحلفاء تبعوا إيران تبين قدراتهم أكبر، عم يقدروا يضربوا هذا العدو بدل ما كانوا عم يحكوا. اثنين، المقاومة مش غبية. الإسرائيلي عم يحكي، بدنا نسمع جيتس وزير الدفاع والكل كان عم يحكي إنه نحن بنخلص من إيران، جايين على حزب الله بلبنان، جايين على المقاومة في لبنان. اللي بدي أنطره نتائج لي يعني بيستفردني كل واحد لوحده. الخطأ الماضي ما بتتعلمي من أخطائك. الخطأ اللي صار ب7 أكتوبر لو دخل كل المحور، دخلت كل المقاومة في المعركة، كان القتال بتل أبيب. بس عدم الدخول المرة الماضية والاستفردوا كل محور بمحوره أدى لهون. ما حترجع الناس تعطي للإسرائيلي نفس الخطأ اللي صار المرة الماضية. نحن مستفيدين، الإيراني لأنه عايزنا، ولا ناقصه صواريخ، ولا ناقصه يضرب بمحل بكل فلسطين المحتلة. وشفنا دولة غريبة عجيبة، الإيرانيين يعني أوكرانيا وروسيا في حرب مع بعضهم إلى 4 سنين. طيب القوافل السلاح الأوروبية بتجي لأوكرانيا اللي دعمها. طيب هيدي القوافل ما تجرأ الروسي بيوم ضربة خارج الحدود الأوكرانية، بينما الإيراني راح ضرب كل القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة من أذربيجان للدول العربية. يعني التعاطي الإيراني منه بحاجة لحزب الله ليجي حزب الله والله أنه هو بده يستقوي فيه الإيراني ولا يحمي النظام بإيران. تبين هيدي خبرية طحنك. مشان هيك نحن استفدنا للضغط على هذا يعني بأي تسوية بالمنطقة شاملة، أنه يكون نحن لنا حصة، يطلع الإسرائيلي من أرضنا ونستعيد ونوقف الأطماع الإسرائيلية بشكل واحد. هذا مطلوب كان يواكبه حوار وطني داخلي لبناني، ونروح على تسوية داخلية لبنانية، ونروح على تطبيق الدستور اتفاق الطائف. هون مطالب الدول العربية، مصر والسعودية، ومطالبة فرنسا وألمانيا وكل الدول الصديقة لنا أن تحمي لبنان في هذه المرحلة من الضغط الأمريكي الإسرائيلي يلي بده ياخذ لبنان على مفاوضات يستفيد منها نتنياهو وترامب، لا يستفيد منها لبنان بشيء. إذا ترامب بده يفيدنا هينا القصة. مثل ما أوقف إطلاق النار بتغريدة، بدل ما يتعذب يجي يحضر المفاوضات، كان بيقول لهم معك في شهر خطة عمل، خلال شهر انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، دعم للجيش اللبناني، السماح بإعادة الإعمار ومؤتمر لإعادة إعمار لبنان، والدولة هي المسؤولة عن الحدود اللبنانية. هذه الخبرية. ولكن وقف إطلاق نار في منطقة بمنطقة لا، لن تسمح المقاومة مرة ثانية للإسرائيلي ولا الاتفاق اللي صار بالسفارة، اللي صار بلقاء السفراء بأمريكا، أن يستمر الضرب اللي صار بال15 شهر الماضية مع وقف إطلاق نار واليد العليا تكون فيها للإسرائيلي. مش حيسمحوا. نحن عم نتألم ولكن هذا الإسرائيلي ب82 وصل إلى بيروت وأخرجناه. هذا الإسرائيلي أخرج بال2000 بدون اتفاق، مهزوم. هذا الإسرائيلي بيفهم لغة القوة. إذا مفكرين بالتفاوض وبحسن أخلاقه حيطلع من محل. هيك كان عطى الفلسطينيين شيء، كان عطاهم للفلسطينيين، ما أعطاهم شيء. اللي أخذوا منهم ما أعطاهم شيء، وهلا حيشلحهم الضفة الغربية وحينهي هاي السلطة.
فاذا نحن امام هذا الكيان، يعني هذا قتلة الانبياء، هدول قتلة، بيقتلوا المفاوضين، بيقتلوا الانبياء، قتلة الاطفال، قتلة النساء. مش عم بتعاطى انا مع سويسرا حدي، مع دولة في اخلاقية وفي دولة وفي قانون، انا عم بتعاطى مع عصابة حدي. هاي العصابة ما فيني إلا يكون لدي عوامل قوة لأحمي حالي منها، ومنها عوامل القوة تبعيتي اليوم هي المقاومة وتحالفاتي ودولتي وجيشي، وعزز وحدتي الوطنية بالداخل. خارج هدول أنا عم لك أنا المستفيد من المفاوضات المباشرة ترامب ونتنياهو بس. وصفت خبرية أو قصة أنه حزب الله فات على هيدا الحرب إسنادا لإيران بأنه هيدا خبرية طق حنك. خبرية الطق الحنك هي اللي قال أو خبرها قليباف من يومين، كما خبرها وفيق صفا إنه حزب الله دخل إلى الحرب إسنادا لإيران. دخل حزب الله، نحن لو كنا قادرين بحرب 12 يوم القديمة كان المقاومة كانت جاهزة، كان لازم تدخل المعركة وتوقف إسنادا لإيران. أبدا، توقف الحرب اللي علينا. خلينا نتفق على الكلمة، أنا عم أعيد المصطلح. نعم. دخلت المقاومة في معركة لإيقاف الحرب المستمرة، ما وقفت الحرب. أساسا أنت صار وقف إطلاق النار من طرف واحد، من طرف المقاومة. 15 شهر لم تطلق المقاومة طلقة نار واحد، وتحملت 500 شهيد، وتمدد الاحتلال من 3 كيلو ل 6 كيلو خلال وقف إطلاق النار، ونسفوا القرى. بس مسؤول حزب الله ومسؤول إيراني عم بيقول إنه نحن دخلنا إسنادا لإيران. طولب أبدا. دخلوا يقاتلوا كمحور، حتى نتفهم إنه المحور قاتل مع بعضه، ولكن من المستفيد من دخول اليوم المقاومة في لبنان؟ هذا النقاش هون. نحن الإيراني شو مستفيد منا؟ إنه نضرب إسرائيل، ما عم يضربها بالصواريخ. قليباف هيك قال. شو أنا عم بسألك سؤال، ما هي قال له كيف أولادك؟ قال له هيتهم قدامك. طيب الإيراني إذا كان الإيراني ما دخل بحرب، فيني افهم انا انه اذا الاسرائيلي بده يزكسكو بيفتح معه معركه من لبنان. هون بيقول انا ساعتها حزب الله يقاتل دفاعا عن عدم دخول، ما تدخل ايران بالمعركه وعدم احراج ايران، واضح بتصير الخبريه. اما انه ايران بالمعركه وتمتلك عشرات او مئات الاف الصواريخ وعم بدك كل الكيان الصهيوني من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب الى الوسط، شو حاجه حزب الله؟ شو كم مسيره وكم صاروخ ما بعرف شو هدول، عم نمزح مع بعض. نحن بنكون هيك، نحن اللي بحاجه أن ندخل في هذه المعركة لوقف الحرب علينا التي لم تتوقف في وقف إطلاق النار الماضي، اللي كان في خلل، لإعادة تصحيح الخلل وإجبار العدو على الانسحاب من أرضنا. أنا عم بحكي معك هيئة المنطق هيك. هلأ إنه يا أخي لو الإيراني حيعيدها ما عنده حرب، الإيراني كان بده يضغط على أمريكا، بنقول قال حزب الله بيفتح معركة بلبنان، الحوثيين بيفتحوا معركة باليمن. طيب وقت بيكون الإيراني بالمعركة وقبل هذا البلاء وتبينت هذه القدرات له، بصير المنطق مختلف. فمشان هيك مش منطق اللي عم ينقال. نحن مستفيدين من هذه، من ربطنا في هذا الصراع تنحصل على شروط وقف اطلاق نار واجبار العدو على الانسحاب من ارضنا. نحن مستفيدين، وان لم ينسحب القرار واضح، ستستمر العمليات ويستمر القتال حتى ينسحب العدو تحت ضغط العمليات. اليوم المقاومه وقت عم تقول احنا الاستشهاديين صاروا منتشرين في الجنوب، يعني العوده الى مرحله ما قبل 82، هيدي المرحلة اللي بتستنزف الجيش الإسرائيلي بشكل كامل. يمكن القدرات العسكرية الكبيرة اللي صارت عند حزب الله وبعد معركة سوريا، وهن بعتقد عملوا مراجعة، ظن الحزب أنه هو في قاتل الإسرائيلي في معركة قوة بقوة، يعني جيش بجيش. تبين بالمواجهة مش هيك أبدا، مش هيك. كل الجيوش العربية ما فيها تواجه الإسرائيلي بحجم الإمكانيات والتقنيات اللي عنده والدعم اللامحدود الأمريكي والغربي له. فإذا رجعت المقاومة إلى أسلوب المقاومات التاريخية من فيتنام وصولا إلى لبنان، أنه هذه الجيوش تستنزف بحرب العصابات وتجبر على الانسحاب. وأنا قلت بأول الحرب ما حدا يقول لي أخذوا ضيعة هون وفاتوا على ضيعة هون، طبيعي. وقت بيكون في 7 فرق في خلفهم 300-400 ألف عسكري احتياط، أكيد فيهم يقدروا يفوتوا ياخذوا مساحات جغرافية، ولكن هل يستقروا فيها؟ هل تتوقف العمليات؟ هل ينزح سلاح المقاومة؟ وقت لقى الإسرائيلي الأمور ما هيك بدأ يضغط على لبنان تحت عنوان تهديد المقاومة، أما بتروحوا على الفتنة والحرب الأهلية بالداخل أو بتسلم سلاحك. طيب مين بيرتاح من هاي؟ بيرتاح فيها الإسرائيلي. معنا اليوم أنا عم بقول خليني شوف أنا وين مستفيد كلبناني، أنا ندور على مصلحتي كلبناني، مصلحة الوطن كوطن وكدولة. طيب وين مصلحتي بالخبرية؟ كل هذا الحكي الطائفي وفدرالية الطوائف بتصير بدها تستقوي وتحسن شروطها. فدرالية الطوائف بالبلد